يا أهلا وسهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت. جاية وكالعادة جايبة لكم قصة جديدة جامدة جدا، بس القصة دي مختلفة وفيها تطورات هتعجبكم جدا وأحداث مثيرة، ومتأكدة إن كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ قصة النهاردة، عايزة أقول لكم إني نزلت قصة جديدة حلوة جدا. اسم القصة دموع الشمس، نزلت على قناة قصص واقعية. قصة قوية جدا، بنصحكم كلكم تشوفوها. لما الحب يغلب الطار وفجأة اللي بينه وبينها طار يقع في حبها. صلوا على النبي وفجروا زر اللايك ويلا نبدأ. بطلتنا سيليا كانت واقفة في مزرعة الخيل، والمزرعة دي مش بتاعتها. كانت دايما تحب تروح تلعب مع الخيل اللي هناك. وفي يوم راحت لقيت شخص غريب ماسك مسدس، ولأن الفرسة دي كانت تعبانة كان عايز يقتلها. لا لا لا، استنى عندك، أرجوك ما تقتلهاش، حرام عليك، هي تعبانة، استنى عالجها يمكن تخف، انت قلبك قاسي، قلبك حجر. الخيل لما بيتعب لازم يموت، ما يقدرش يعيش كده. أنا كده هرحمه بإنه يموت. وبعدين انت مين؟ وايه اللي دخلك هنا في مزرعتي؟ وكمان انت فاكرة انك الوحيدة اللي عندك قلب يعني؟ واحنا عندنا ايه، حجر؟ لا، اللي انا بعمله ده هو الصح. الخيل عنده كرامة عالية جوي، لازم يموت. حرام عليك، ليه؟ هو انت ربنا علشان تأذن انك تموته؟ سيبه وعالجه، يمكن يخف وتديله حياة جديدة. اديله فرصة انه يعيش، مش تموته. انت مش ربنا، حرام عليك، ارجوك ارجوك ما تقتلهوش واديله فرصة للحياة من اول وجديد. كويس انك جيت يا اسد يا ولدي. اني عايزة اقول لك حاجة. اخوك محمد عمل كارثة يا ولدي، قتل واحد، واللي قتله ده كان أعز أصحابه، كله بسبب الهبابة اللي بيشربه. واحنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. هو هربان والبوليس بيجري وراه في كل مكان، وانا خايف عليه. كله بسبب تربيتكم ليه. قلتلكم كذا مرة لازم تشدوا عليه، سيبوني انا اتعامل معاه. ولما بقف قصاده وبعاقبه انتوا الاتنين بتتضايقوا مني وبتزعلوا. الولد ده اخرته السجن علشان يقدر يتربى ويقدر يكون راجل. قلتلكم كتير جوي لازم يدخل الجيش، لكن عملتوا وسايط وعملتوا المستحيل علشان برضه ما يدخلش الجيش. انتوا السبب في كل اللي بيجراله ده. وفي الاخير راح يقتل. معقول عارفين انه غلطان يا ولدي، بس هنعمل ايه، ما باليد حيلة. سيبنا من كل اللي فات، خلينا في الكارثة اللي احنا فيها دي. اخوك هربان والبوليس بيجري وراه، ولو مسكوه يعدموه يا ولدي، يرضيك برضو اخوك حبيبك يحصل فيه كل كده وانت قاعد تتفرج. انا عارفة انك ليك وصاية كبيرة قوي في البلد، وكل الناس بتعمل لك الف حساب. اتحدث مع اي حد فيهم يا حبيبي يا اسد علشان يرجعوا اخوك او يخففوا حتى العقوبة. اسد راح على اوضته وهو بيفكر كتير في أخوه وبيفكر في اللي لازم يعمله. أسد كان حقاني جدا، وحتى لو هو اللي ظلم بيعاقب نفسه وممكن يسلم نفسه كمان. علشان كده قرر إنه يتصل بأخوه. أيوة زفت، تعالالي، أنت فين؟ أنا عارف إنك هربان، عرفت بكل بلاويك وياما نصحتك، لكن أنت مفيش فايدة فيك واصل. معلش يا أسد، هعمل إيه يعني؟ هو بسبب الهباب اللي شربته ده واتخانقت معاه، وفجأة ما شفتش قدامي غير وانا بخلص عليه. انا عارف اني اخوك وانك بتحبني وعندك سلطات كتير جوي وهتهربني. تعالى، تعالى يا محمد، تعالى هنهي البلد وسلم نفسك. انا عارف انك مستحيل تعمل كده، بس هو ده الصح. لازم تسلم نفسك يا اخوي، لازم تاخد جزائك. معقول اخوي ابن امي وابوي اللي بيقول لي سلم نفسي؟ الو، انا مش سامعك، سلام سلام. وقفل السكة. أما أسد راح قال لأهله عجبكم كده؟ مش عاجبه طبعا كلامي. أني لو شفته في أي مكان أني هاخده أسلمه للبوليس بنفسي. وبالنسبة للناس اللي يتم لهم ابنهم، أني هحاول أعوضهم على قد ما أقدر وأعمل المستحيل علشان أعوضهم، مع إن مفيش حاجة أبدا تعوض اللي حصل. يا ولدي ما بلاش موضوع إنك تسلمه ده، هو لسه صغير، عيل طايش يعني، ويمكن اللي حصل ده بسبب الهباب اللي بيشربه خلاه مش حاسس بنفسه. عموما يا ولدي أنا عندي حل حلو، إنك تتجوز أخته وكده يكون خلص الموضوع، وكل واحد يعني يكون في حاله. ماني هعمل كده يا أبوي، وبرضه هدور عليه، ويوم ما الاقيه
هسلمه للبوليس بنفسي. مستحيل مستحيل أسكت عن الظلم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا مستحيل أسكت عن الحق. لو أنا اللي كنت عملت كده كنت رحت سلمت نفسي للبوليس. ما عنديش أي حديد تاني أقوله، خلص كلامي. وفعلا أسد اتجوز سيليا، وفي الوقت ده كان دور على محمد ولقاه وسلمه للبوليس وعمل اللي المفروض يعمله من زمان. سيليا كانت قاعدة مكسوفة وخايفة جدا، ولغاية دلوقتي ما كانتش شافته. وأول ما لفت وشها علشان تشوف العريس اتصدمت جدا أول ما لقيته هو نفسه أسد اللي كان عايز يقتل الحصان في نفس واحد. انت آخر حاجة كنت أتوقعها إني أتجوز قبل نظيرة بحد ذاتها، اللي بتتكلم في الدين والحلال والحرام وعاملة نفسها هي الوحيدة بس اللي تعرف ربنا. ما كنتش أتوقع أبدا إني أشوف خلقتك ده تاني. بقولك إيه، يا ريت ما تتفزلكيش تاني، ومش عايز حديد كتير. ومين قال إني بتكلم كتير؟ أنا كنت بتكلم في الصح وفي الحق. حرام عليك، أنت قلبك قاسي علشان تقتل حصان على مجرد إنه هو تعبان. عادي، ممكن يتعالج، الطب بتقدم، أو ممكن دلوقتي تجيب له علاجات كتير حتى لو من بره البلد. ده لو في قلبك يعني ذرة رحمة. أنا في قلبي رحمة، واللي في قلبي مستحيل يكون في قلب بني آدم تاني. أنا واثق من نفسي وواثق من كلامي، وقلتلك بعد كده بلاش تتفزلكي، ما بحبش الرغي الكتير. انت دلوقتي ما تنسيش انك مرتي، يعني كلمتك مش قد كلمتي، وما تخافيش ليلة الدخلة ملغية. مشي من قدامها وهي ارتاحت جدا أول ما سمعت الكلمة دي، لأنها كانت قلقانة جدا ومتوترة، والأول مرة تحس إن في قلبه ذرة بسيطة رحمة. وبعدها بيوم صحيت يوم الصباحية ونزلت على المطبخ علشان تشوف والدته وتساعدها. دخلت المطبخ وقالت: صباح الخير يا ست الكل، قوليلي أساعدك بحاجة؟ أنا فاضية، ما وريش أي حاجة. تساعديني في إيه بس يا بنتي؟ انت شكلك شبه بنات اليومين دول اللي بيعملوا اسمه ايه الباديكير والمانيكير ده، وما بتعرفيش حاجة خالص في المطبخ. علشان كده أنا مش رايدة حاجة. طب جربيني، يمكن يعجبك أكلي. ما تقلقيش، أنا مش زي بنات اليومين دول، أنا جاية من عصر قديم. عموما جربي ومش هتخسري حاجة. طيب يا ستي، أديني سبتلك المطبخ النهاردة. خدي بالك، أسد ما بياكلش أي وكل أبدا غير من يدي أنا. مستحيل ياكل عند أي حد ولا حتى مطعم من بره. بقول لك إيه يا عثمان، عارف كل الوكل الزواتي دي اللي عاملاها تكون مرات ابنك، ما شاء الله عليها. أول ما شفتها قلت بقى دي مهتمية بنفسها وما بتخشش المطبخ واصل. لكن أول ما ابتدت تطبخ وشمت ريحة الوكل الحلوة دي اتبهرت من جماله. ما شاء الله، يعني أسدك ده بقى محظوظ بيك يا بنتي. تسلم يدك، ما شاء الله. الوكل شكله حلو قوي وريحته جميلة ويفتح النفس. المهم أسد يعجبه، إن شاء الله هيعجبه. وبصراحة دي شهادة أعتز بيها إن أكلي عجبكم. أنا مخففة الملح في الأكل وكمان مش حاطة زيوت كتير. عارفة إن حضرتك عندك السكر، علشان كده عملت لك الأكل المناسب لحضرتك وعلشان الضغط. رجع أسد من الشغل وهي اختفت تماما، كانت مستخبية عايزة تعرف رأيه لكن ما يشوفهاش. أسد أول ما قعد على الأكل فضل ياكل بشراهة جدا. قول يا ولدي، ايه رأيك بقى في وكل النهاردة؟ أصل يعني عاملة وكل مختلف كده، يعني اللي بيقولوا عليه الوكل الحديث بتاع اليومين دول. ما شاء الله، تسلم يدك يا أمي. قعدتك قدام التلفزيون على القناة دي اللي اسمها سي بي سي سفرة ما جاتش هدر. الوكل حلو قوي، أول مرة أدوق وكل بالحلاوة دي. بس مش أنا اللي عاملة الوكل ده يا ولدي، مرتك هي اللي عاملة الوكل ده كله، وعاملة لك كمان الكيكة بالشوكولاتة اللي انت بتحبها. أنا اتبهرت، ما كنتش أتوقع إنها شاطرة دي شاطرة في كل حاجة يا ولدي. أما سيليا كانت في الحمام بتاخد الشاور بتاعها، وكانت داخلة على الأوضة علشان تغير هدومها بسرعة قبل ما هو يرجع من الشغل. هي عارفة إن ده مش ميعاده ولسه هيتأخر، لأنها أخدت المواعيد وكل خطواته وتحركاته من والدته وهما بيطبخوا مع بعض النهاردة. وبعدين وهي واقفة الفوطة وقعت منها ونسيت تجيب هدومها من الأوضة التانية. يوه، نسيت أجيب الهدوم في الأوضة التانية. الهدوم اللي كنت لابساها حطيتها خلاص في الغسالة. معقولة هطلع الأوضة التانية وأنا لفة الفوطة عليا؟ أعمل إيه يا ربي؟
وفجأة لقيت الباب بيتفتح وهي واقفة بالمنظر ده. وأول ما بتبص وراها لقيته أسد دخل الأوضة، وأول ما شافها بالشكل ده كان في ذهول تام. أما بقى سيليا ما كانتش عارفة تتحرك ولا تعمل إيه، اتوترت جدا وطلعت تجري بسرعة من قدامه. أسد كان في ذهول وما كانش مصدق اللي هو شايفه، كان حاسس إنه مصدوم. يا ليل مش طالع له نهار، إيه اللي أنا شفته ده؟ امسك نفسك يا أسد، ما ينفعش كده. حاول يعني تتحكم في أعصابك. استغفر الله العظيم، أروح أتوضى وأصلي أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده؟ ابعد يا شيطان، الله يهديك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه اللي حصل ده شافني وانا يا نهار ابيض، انا مش عارفه ازاي ده حصل. انا مكسوفه قوي. طيب ازاي احط عيني في عينه بعد كده؟ مش عارفه. اما بقى سيليا كانت محرجه جدا وخايفه وقلقانه ومش عايزه حتى تدخل الاوضه ولا تحط عينيها في عينه. واول ما رجعت على الاوضه لقيته قاعد بمنظر غريب وفاتح القميص بتاعه وقاعد على السرير. وأول مرة تشوفه بشعره كانت مبهورة بيه وبجماله، لكنها قربت بالراحة انتهزت فرصة إنه مشغول بيقرأ الكتاب علشان ما يشوفهاش ولا يبصلها. مش عاوزة أبدا عينه تيجي في عينها، وجات على السرير ونامت واتغطت. أما أسد كان بيبص بخباثة من تحت الكتاب، من تحت لتحت، من غير ما هي تاخد بالها. هي بقى كانت عاملة نفسها نايمة، لكنها ما كانتش نايمة، كانت بتفكر في الكارثة اللي حصلت وكانت مكسوفة جدا. بصراحة حاجة حلوة جوي اللي شفته النهاردة ده، ما كنتش أتوقع أني أشوفه أبدا، بس مع الأسف. ولا ليه للأسف؟ ما هو حلالي يعني براحتي. وفجأة لقاها أخدت السكينة من على طبق الفاكهة وقالت له: بقولك إيه، اوعى تفكر اللي في بالك ده هيحصل. مستحيل تيجي جنبي. اللي حصل ده كانت غلطة وغصب عني وانت اللي دخلت فجأة، لكن مستحيل تسرح بخيالك وتفكر انك تعمل اي حاجة زي دي، فاهم؟ سيبي يا شاطرة اللعبة اللي في ايدك دي، ما ينفعش تمسكي سكينة، لان انتي طلعتي رقيقة وطلعتي حلوة قوي. وفجأة مسك السكينة من ايديها جامد وقال: سيبي دي، اياكي تمسكيها تاني، اوعي تفكري انك تعملي الحركة دي. ولا انت عاوزة الطار يرجع؟ انت جاية بقى هنيه البيت علشان تاخدي بطار اخوكي. انا كنت شاكك في كده من البداية لانك مستسلمة وتجوزتيني بسهولة. فضل يدوس جامد على السكينة لغاية ما فجأة لقيت ايده اتعورت، وهي اتخضت جدا اول ما شافته ايده بتنزف، وبعدت بعيد عنه وسابت السكينة علشان ما يضغطش عليها اكتر. وبعدين قالت له: يا لهوي، ايدك اتعورت خالص من السكينة. انت ليه عملت كده؟ السكينة حادة جدا وانت كنت ضاغط عليها بأقصى قوة. لو سمحت اقعد، روح اجيب القطن بسرعة واعقم لك الجرح، ده انت ايدك بتنزف جامد جدا. اقعد لو سمحت وارتاح. ليه؟ عايزة تعملي كده ليه؟ خايفة عليا؟ سيليا سكتت اول ما سمعت منه كده، وهو كمان سكت وهو بيبص لها. عقمت له الجرح ولفت له ايده علشان يكتم الدم. ما تخافش، ان شاء الله هتبقى كويس. انا عقمت لك الجرح وكل يوم هنضفهولك وعقمهولك تاني واربط لك ايدك علشان ما تنزفش تاني. ولو الجرح فيه مشكلة احنا ممكن نروح المستشفى. عن اذنك انا لازم انام. كانت برضو مكسوفة جدا تبصله ولا تتكلم معاه، وراحت على السرير علشان تنام. وكانوا حاطين بين بعض فوطة طويلة علشان يكون حاجز بينهم وما يقربوش من بعض وهم نايمين. وبعد تفكير طويل ناموا. في صباح يوم جديد كانوا الاتنين نايمين جنب بعض، لا كانوا نايمين في حضن بعض. الفوطة اترمت في الأرض وأسد كان حاضنها وهي تقريبا نايمة في حضنه، والاتنين كانوا غرقانين في النوم. أسد أول ما فتح عيونه بص وشاف المنظر ده ما كانش مصدق نفسه، وكان مستغرب ايه اللي جابها في حضنه، وازاي هو حاضنها بالقوة دي، وازاي هو مرتاح وهي في حضنه كده. وبعدين كان عمال يتفرج عليها وكان عمال يشوفها وهي نايمة شبه الملاك، شبه الأطفال الصغيرين وهم نايمين. كان مبسوط جدا. أما بقى سيليا هي كمان صحيت من النوم، وأول ما فتحت عينيها ولقيت نفسها في حضنه استغربت وما كانتش فاهمة ايه اللي حصل بالظبط. قامت من على السرير نطت وفضلت تصوت وتقول:
إيه اللي حصل بالظبط يا أستاذ؟ هي دي الأمانة؟ هي دي الثقة اللي أنا وثقتها فيك؟ ما ينفعش. لا أكيد حصل حاجة. أنا مش فاكرة إيه اللي حصل، لأني سهرت كتير بالليل، كنت بفكر كتير. لكن اللي حصل ده إزاي؟ أنا معرفش. اتفضل أنت واعترف. إيه اللي حصل بالظبط امبارح؟ أنا أعصابي تعبانة ومش فاكرة أي حاجة. قول، عملت عملتك؟ أما بقى أسد ما ردش عليها، وقام من على السرير وطلع بره الأوضة. أما سيليا كانت مستغربة لأنه ما ردش عليها. ده ما ردش عليا؟ انت مشيت قبل ما تقولي ايه اللي حصل. طيب تعالى فهمني وبعدين نمشي تاني. يا ربي، انا كأني عندي زهايمر، مش فاكرة اي حاجة. ونروح لأسد في مكتبه اللي ما كانش مركز في الشغل تماما. كان عايز يخلص الشغل بسرعة علشان يجري على اوضته ويتفرج على المجنونة دي. عايز يشوفها على طول قصاد عينه. مجنونة، بجد مجنونة. أنا مش عارف هي فاكرة ايه اللي حصل بيناتنا امبارح. أني كمان مستغرب ازاي كنت حاضنها كده. اما بقى سيليا كانت قاعده في اوضتها اخده راحتها، وعارفه ان اسد مش هيرجع الشغل دلوقتي خالص. وكانت ماسكه بيبي دول من اللي في جهازها، وكانت بتقول: الله، شكله حلو قوي. انا ما ينفعش مع الاسف البس الحاجات دي لان جوازي مش طبيعي. وقررت انها تلبسه وتشوفه عليها. واو، ده حلو قوي، شكله يجنن، واللون البينك ده طالع يجنن عليا. حلو، حلو قوي. وهي واقفة بتبص لنفسها في المراية وهي لابسة البيبي دول. وكالعادة دخل طب عليها أسد وشافها لتاني مرة بالمنظر المغري المثير ده. أول ما شافته كالعادة هربت على طول وطلعت تجري بسرعة جدا قبل ما يتفرج عليها ويشوفها كمان وكمان بالمنظر ده. لكن فجأة لقيت اللي بيوقفها وبيمسكها من إيديها. سيليا كانت مصدومة وجسمها كله بيترعش، ولفت وشها لما لفها ليه وقربها ليه جدا. انا كنت بعمل حاجات في المطبخ والاكل على النار، فانا يعني لازم انزل المطبخ دلوقتي حالا علشان يعني الاكل هيتقطع. اقصد يعني الاكل هيتحرق. يتحرق مش مهم. على فكرة انت حلوة جوي. اني مش عارف افكر في اي حاجة غير فيكي، مركز معاكي وبس. مش عارف اشتغل، مش عارف اعيش حياتي. انت مرتي، يعني حلالي. ليه بتبعدي نفسك عني؟ علشان جوازنا مش حقيقي، جوازنا مش زي اي جواز طبيعي. انا وانت مستحيل نكون لبعض. اي نعم انا مراتك بس على الورق، مستحيل اكون مراتك رسمي. انت مستحيل تفكر فيا كزوجة طبيعية وتحبني. اسد ما ردش عليها وشالها بين ايده الاتنين. لا، نزلني. انت عاوز مني ايه؟ بقولك انا مش مرتاحالك. ودي تكون اول ليلة جواز حقيقية. وأسد كان نايم وهو مبسوط جدا، وصحي من النوم بص جنبه. أول حاجة كان متعود يبص عليها وهي سيليا، لكن ما كانتش موجودة. توقع إن هي نزلت وراحت المطبخ. برضو أكيد سابتني علشان مكسوفة ومش عايزة تبص في عينيا. خجولة، متجوز خجولة، طفلة صغيرة. لأ، مش طفلة، دي أجمل أنثى. وفجأة أسد سمع صوت صريخ والدته بتصرخ بأعلى صوت. لبس هدومه بسرعة، وأول ما نزل تحت لقى محمد هرب من السجن وكان رافع السلاح على سيليا. يا ولدي، أخوك لو نزل وشافك مش هيحصل طيب، انت عارف هيكسر الدنيا. ارمي السلاح ده يا محمد يا ولدي. ها، انت شرفت. ما هو انت استنفعت من الناحيتين، منها ترميني في السجن علشان تاخد كل الورث ليك، ومنها كمان تاخد الحلوة وتتجوزها. انت كده مبسوط، انا عارف انك مبسوط. دايما كده انت اللي بتاخد كل حاجة، انما انا دايما البايظ الفاشل اللي دايما بيقولوا عليا مش نافع. انما انت النافع، كبير العيلة وكبير البلد كلاتها، واللي هتكون عمدة بعد ابوك. انت ازاي تتجرأ وترفع السلاح ده على مرتي؟ سيب الحديث الماسخ اللي بتقوله ده على جنب. مراتي ملهاش اي صالح بالحديث الماسخ اللي بتقوله ده. نزل السلاح يا محمد، واني بنفسي اللي هرجعك تاني للبوليس. انت عملت جريمة ولازم تاخد عقابك. مستحيل اتستر على مجرم، وانت مجرم ولازم تتحاسب وتتعاقب. أنا متأكد انك لو دخلت السجن هتعيد كل حساباتك وهترجع احسن من الاول بكتير. نزل السلاح، مراتي ملهاش علاقة بأي حاجة بتحصل.
لا ليها علاقة، علشان انت اتجوزتها وعجبتك الجوازة ومبسوط ومتهني وعايش حياتك، انما اني ترميني في السجن. واول ما دورت عليا وعرفت طريقي، بدل ما تحمي اخوك رحت اتصلت بالبوليس وخليتهم يجوا ياخدوني. ليه عملت كده؟ انا عارف، علشان انت ما بتحبنيش من زمان، ومن زمان قوي، وانت عايز تاخد كل حاجة، انما اني عايز ترميني في السجن وتخلص مني. أسد قرب عليها وشدها من دراعها ورجعها وراه. كانت ماسكة فيه لأنها كانت خايفة. أما أسد رفع السلاح على أخوه، وأخوه كمان كان رافع السلاح عليه. ما شاء الله، شايفك بتحميها. إيه، حبيتها يا ولد أبوي وأمي؟ مش كان الجواز ده علشان بس أني قتلت أخوها؟ دلوقتي بقت حلوة حلوت في عينيك، صح؟ أنا عارف إنك هتعمل كده، عايش حياتك ولا همك أخوك مرمي بين الحرامية والمساجين. لكن مش مهم، كل اللي يهمك إنك تعيش حياتك. أنت اللي عملت كده، اللي بيزرع لازم يحصد نتيجة أعماله، وهي دي نتيجة أعمالك السودة. ياما نصحتك وقلتلك بلاش توصل للمرحلة دي، وفي يوم من الأيام قلتلك إن نهايتك هتكون السجن، وفعلا هي دي نهايتك. وهيجي البوليس دلوقتي علشان ياخدك. وفعلا طلب لأخوه البوليس، لكن من جواه ما كانش مرتاح أبدا. كان متضايق قوي وحزين على أخوه، لكن كان مضطر يقسى عليه ويعمل كده علشان حاله ينصلح. أنا آسفة، أنا لو كان بإيدي كنت اتنازلت عن القضية وما كنتش خليت أخوك يتحبس علشان ما أشوفكش زعلان كده. أنا السبب في كل اللي بيحصل ده، بس ما باليد حيلة. الموضوع عند البوليس وهم اللي بيدوروا عليه وقبضوا عليه. أرجوك ما تزعلش مني، والله كان نفسي أساعدك. ما كنتش حابة أبدا إنك تقف قصاد أخوك علشاني وتقفوا ترفعوا السلاح على بعض. انت مش السبب، هو السبب، هو اللي عمل كده ولازم ياخد جزاؤه. وإيه ذنب أخوك اللي مات؟ ملهوش أي ذنب. اللي حصل ده أبسط حاجة ممكن تتردله. وبعدين أنا على عيني إني سلمته للبوليس، بس أنا عارف إن كده بحميه من نفسه، لأنه هو هيأذي نفسه أكتر ما ممكن أي حد يأذيه. أنا تعبان قوي. والأول مرة أسد يعيط قصاد حد. اترمى في حضن سيليا وابتدى يعيط كأنه زي الطفل الصغير. سيليا كانت مصدومة، أول مرة تشوفه ضعيف كده، دايما بتشوفه قاسي وقوي. لا يا أسد، لازم تقوى، علشان باباك ومامتك هما بيستقوا بيك، وأنا كمان بقيت دلوقتي بستمد قوتي منك، بستقوى بيك انت. احنا ملناش غيرك، انت اللي لينا في الدنيا كلها. أرجوك يا أسد ما تعملش في نفسك كده. وبعد 9 شهور في مزرعة الخيول كانت واقفة سيليا حامل في الشهر ال9، وكانت بطنها على آخرها وبتقول: ياه، فاكر يا حبيبي لما كنت عايز تقتل الحصان الجميل ده وتنهي حياته؟ لكن الحمد لله هو عايش وبقى كويس وحالته بقت أحسن من الأول بكتير. انت عارف، أنا نفسي أجيب الدكتورة وتولدني هنا في المزرعة، علشان هنا اتولد حبنا، ونفسي تتولد كمان بنتنا. عايزة تولدي هنا في المزرعة؟ شكلك اتجننت يا سيليا، معقول في حد يولد في المزرعة برضو؟ ياه، أول يوم شفتك فيه اتبهرت بجمالك، كأن الشمس دخلت عليا فجأة ونورت كل المكان. لكن بقى كنت بتكلميني بالعين والحاجب، وبتكلميني بالمنطق وبالأصول وبالدين، وفعلا قررت اني مقتلهوش. الحقني يا أسد، بطني ووجع في ظهري، في حاجات غريبة بتحصل لي، أنا شكلي كده بولد. أسد، اتصل بالدكتورة بسرعة، خدني على المستشفى، أنا شكلي بولد. وفضلت تصرخ. لا، اهدي حبيبتي، ما تقلقيش، إن شاء الله هتقومي بالسلامة. أنا هتصل بالدكتورة وهاخدك في العربية ونروح على المستشفى على طول. اهدي بس، إن شاء الله هتكوني بخير. وفجأة أغمى عليها من شدة الألم. أسد ما كانش عارف يتصرف. الطفل اتولد ونزل لوحده، وأسد هو اللي ولدها بإيده. وفعلا هي زي ما حلمت بالظبط وزي ما كانت بتتمنى، ولدت في نفس المكان اللي اتولد فيه حبهم. معقول انت بقى مكشوف عنك الحجاب زي ما تمنيتي حصل؟ والله يا حبيبي، عمري ما كنت أتخيل إني أولد في مزرعة الخيول. أنا كنت بقول كده مجرد كلام، ما كنتش أتخيل إن باب السما مفتوح للدرجة دي،
وإن ربنا هيستجاب دعائي. الحمد لله، الحمد لله إني قمت بالسلامة. وبعد تقريبا 5 سنين وكانت بتجري ورا حور بنتها. يا حور تعالي هنا، هتروحي الحضانة يعني هتروحي وانت رجلك فوق رقبتك. تعالي هنا يا بنت، جننتيني وطلعتي عيني. شش، في ايه بس؟ كل يوم خناق. الجمر ده ما ينفعش يزعل ولا يصرخ بالشكل ده. انا عايزك تكوني هاديه. امال بقى لما نجيب التاني والتالت هتعملي ايه؟ يلا يا حبيبتي اهدي علشان نوديها الحضانه. ما هو انا عايزه اوديها الحضانه وهي اللي مش راضيه يا اسد. كل يوم غلبني على ما تفطر وما ترضاش تشرب اللبن، وبعد ما اشربها اللبن بالعافيه والبسها لبس الحضانه وادخل علشان اجهز علشان نروح نوصلها، ارجع تاني الاقيها لابسه لبس البيت وقلع لبس الحضانه ونايمه في السرير. طيب اعمل ايه؟ انا تعبت. بنتك دي جننتني على فكره، دماغها ناشفه زي ابوها. واخيرا ركبوا العربيه وراحوا علشان يوصلوا حور للحضانه. حور، عايزه اقولك على حاجه تفهميها يا روح بابا. انا عايزك تلعبي مع بنات بس، يعني مالكيش صالح بالصبيان، خليكي بس مع البنات، ومش عايزه اشوفك واقفه مع اي ولد. ليه يا بابا؟ دول صحابي وانا بقى بحب العب معاهم. وبعدين يعني ايه يعني لما العب مع ولد؟ انا والولاد واحد. يا حبيبتي، معلش نسيت اقولك، اصل ابوكي بيغير موت. لسه من يومين السباك كان عندنا ولسه بيكلمني علشان يفهمني ايه اللي بيحصل في الحنفية بالظبط. لقيت ابوكي اتخانق مع السباك وضربه. هعمل ايه؟ ابوكي يا حبيبتي غيور. ايوه انا غيور. انتوا الاتنين بتوعي، ملكي انا لوحدي، يعني ما يكونش ليكم علاقة بأي راجل غيري. أنا بس اللي مسؤول عنكم. ليه يعني أي راجل غريب يتحدث معكم كلام ملوش صالح؟ وبعد ما ودوها الحضانة كالعادة كانوا دايما بيزوروا محمد في السجن، ومحمد حاله اتبدل من حال لحال، بقى كويس جدا وهيطلع بعد نص المدة حسن سير وسلوك. وهم كانوا فرحانين بيه جدا ومنبهرين ازاي اسلوبه اتغير كده، وعايز كمان يخرج علشان عنده امال كتير واحلام عايز يحققها ويبدأ حياته من اول وجديد. ورجعوا تاني على الحضانة علشان ياخدوا حور، لقوها واقفة مع ولد عمالة تصرخ فيه وتقول: انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تشيل الوردة؟ انت كده موتها، انت قاسي، انت قلبك حجر. هو انت ربنا علشان تقتل اي حاجة؟ حرام عليك يا شيخ، اياك تشيل الورد من مكانه تاني. خليكي في حالك، انا حر. هو انت ليه بتتفزلكي وبتقولي كلام كده من دماغك وعاملة نفسك يعني فاهمة كل حاجة؟ انا بمزاجي اشيل الوردة ما اشيلهاش، وبعدين اصلا الوردة كانت دبلانة وكان لازم تموت علشان ما تموتش بقية الورد اللي حواليها. خليكي في حالك. هو الحوار اللي ورايا ده مش حاسس انك سمعته قبل كده؟ نفس اللي حصل معانا في مزرعة الخيول. يا سبحان الله. والله. وانت النهاردة كنت بتقولي لها طالعة لابوكي؟ أنا شايف ان البت دي طالعة نسخة من امها. يا سلام، بلسانها الطويل والفزلكة بتاعتها. انما بقى الواد الصغير ده يا حرام غلبان زي بالظبط. حور بعد ما كبرت جوزت مهند، فضلوا يحبوا بعض سنين طويلة من أيام الحضانة. ياه، مر سنين وسنين. حور كبرتنا جو يا سيليا، وبعد كام شهر هكون جد وانتي تكوني جدة. نعم، فشر يا اخويا. مين دي اللي جد وجدة؟ انا لسه صغيرة يا اخويا ولسه شباب. وبعدين اصلا حتى لو بقيت تيتا عادي هكون تيتا صغيرة وهخلي الطفل يقول يا سيليا ما يقوليش يا تيتا. وبعدين يا اخويا ده انت اللي عجزت، ده انا اصلا بفكر اخاوي حور. وفضلوا يضحكوا وكانوا فرحانين ومبسوطين جدا لانهم كونوا اسرة مع بعض، وكمان اسرتهم زادت فرد وهو عريس حور. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل قصة جديدة. وما تنسوش كمان تكتبولي آرائكم في الكومنت وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني واللي بقرأها كومنت علشان أرد عليكم. وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وكمان تفجروا زر اللايك. اللايك بيساعد غيركم إنهم يشوفوا الرواية علشان يستمتعوا بيها، وأنا متأكدة إن كلكم هتحبوها. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.